لو أنت جديد في أمريكا، أكيد أكتر حاجة في بالك دلوقتي هي أجيب شغل إزاي؟ بلد جديدة، لغة مختلفة، ونظام مش زي اللي إحنا متعودين عليه. بس متقلقش، خلينا نقولك الموضوع خطوة بخطوة. أول حاجة، يعني إيه تطبيقات وظائف؟ دي ببساطة برامج أو مواقع بتجمع إعلانات الشغل كلها في مكان واحد. أنت تدور، تقدم، وتتابع من موبايلك. طب إيه أشهر التطبيقات دي؟ عندك Indeed، LinkedIn، Glassdoor، ZipRecruiter، Snagajob. ولو أنت طالب في جامعة أو خريجي جديد، في هاندشيك. ولو مهتم بوظائف حكومية، فيه USA Jobs. خلي بالك، في كريكسليست ممكن تلاقي وظائف، بس لازم تدقق قوي لأن في إعلانات مش مضمونة. ثاني حاجة، مكاتب التوظيف. يعني إيه؟ دي شركات وسيطة بتوصلك بشركات تانية. الفرق بينها وبين التطبيقات، التطبيقات أنت اللي بتدور وتقدم بنفسك. المكاتب عندها وظائف مش منشورة، وبيساعدوك تظبط السيرة الذاتية والمقابلة. والأحلى إن أجرهم عادة بيدفعه صاحب العمل مش أنت. طيب، تجهز إزاي قبل ما تقدم؟ 1. إيميل محترم، بلاش إيميلات زي King.Cobra. اعمل إيميل باسمك. 2. سيرة ذاتية من صفحة واحدة مكونة من بياناتك الأساسية، خبرتك مكتوبة بأرقام وإنجازات، مهارات مرتبطة بالوظيفة، شكل بسيط من غير صور أو ديزاينات معقدة. 3. Keywords، خد كلمات من وصف الوظيفة وحطها في السيرة الذاتية بتاعتك. 4. فعل الجوب أليرتس وخلي بحثك في محيط سكنك. 5. احذر من أي جهة تطلب فلوس عشان تشغلك. خلينا نقف هنا لحظة نشكر الناس الجميلة اللي عملوا سبسكرايب ولايك وكومنت في الحلقات اللي فاتت. دعمكم هو السبب إننا نكمل ونعمل محتوى أكتر يفيد كل الناس اللي لسه جديدة في أمريكا. ثالث حاجة، إزاي تقدم بذكاء. متقدمش بشكل عشوائي على 50 وظيفة في يوم. قدم على عدد قليل لكن بتركيز. عدل السيرة الذاتية حسب كل وظيفة هتقدم لها. بعد 2 أو 3 ابعث فولو أب، رسالة قصيرة تقول فيها إنك قدمت وإنك متاح لمقابلة. 4 حاجة، تركز على إيه قبل ما توافق على وظيفة؟ الراتب، بالساعة ولا بالشهر؟ في أوفر تايم ولا لأ؟ المزايا، health insurance، إجازات، retirement plan. شفت morning ولا night؟ المسافة، وقت وبنزين ومواصلات. نوع التعاقد، W2 ولا 1099؟ هل فيه استقرار وفرص ترقية؟ مثال صغير، وظيفة ألف بتديك $18 في الساعة، شفت صباحي، والمكان قريب 10 دقايق من البيت. وظيفة باء بتديك $20 في الساعة، شفت مسائي، بس المكان بعيد 50 دقيقة بالعربية. هنا لازم تحسبها، وقتك وبنزينك وصحتك جزء من الراتب. الخلاصة، اختار تطبيقين أساسيين، زور مكتب توظيف كويس، ضبط الريزومي، وخلي عندك معايير واضحة تقارن بيها العروض. خطوة منظمة كل يوم هيعنى شغل أسرع وبشروط أحسن. تنويه مهم، المعلومات دي عامة ومش نصيحة قانونية أو مالية. القوانين بتختلف من ولاية للتانية. استشير جهة مختصة قبل أي قرار. ولو عجبتك الحلقة اعمل لايك، سبسكرايب، وكومنت تقول لنا بتشوفنا منين. ولو في أمريكا، انت في أنهي ولاية؟ وأكتر تطبيق جابلك شغل كان أنهي واحد؟